الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور هشام. اهلا بيك يا استاذه لبنى، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. دكتور هشام، يعني بعد الكشف على دكتور عبد المنعم ابو الفتوح حالته الصحيه ايه تحديدا؟ اصابته يعني. انا النهارده الصبح يا فندم كنت موجود في المستشفى الساعه 8:30 الصبح. وقابلت الدكتور عبد المنعم، الحمد لله كانت الحاله مستقره، كل الوظائف الحيويه بتاعته بتعمل بكفاءه. كان تم اجراء اشعه مقطعيه على المخ فور دخوله الساعه 1 ليله امس. الصبح الساعه 10 سمح له بعد الاطمئنان على حالته الصحيه بالخروج، ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. ومحتاج تقريبا 48 ساعه راحه. نفس الكلام بالنسبه للسائق. السائق برضه كان عنده اشتباه ارتجاج، وكان عنده جروح قطعيه في الراس، برضه اتعمل له كل الاجراءات معافى الحمد لله. الحمد لله. دكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، بشكرك يا فندم على وجودك معانا.